بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان تحسن أحوالك لازم تحسن نيتك. إزاي؟ أنت عايز تكون نقي من الداخل، صح؟ ربنا هيبعت لك نور من غير ما تعرف هو جاي منين، ويحبك الناس من غير ما تشعر، وكل اللي أنت عايزه راح تلاقيه، لأن صاحب النية الطيبة والنية الكويسة هو اللي بيتمنى الخير للناس من غير استثناء لأي حد. ليه؟ لأنه بيعتقد إن سعادة غيره مش هتاخد أي حاجة من سعادته، وغناهم مش هينقص من رزقه، وصحتهم مش هتاخد منك صحتك وعافيتك. وعشان كده لازم تكون من أصحاب النوايا الطيبة. وهقول لكم قصة جميلة جدا حصلت بين زوجين، والقصة دي موضوعها بيدور بين زوجين بالنية الطيبة والحسنة. بيقول الزوج: نويت في يوم كده إن أشتري هدية لأمي، بس اللي يختار الهدية ديت زوجتي. بيقول: أخدت زوجتي معايا ودخلنا سوق مخصص جدا للهدايا. المهم جينا قدام محل الهدايا وقلت لها: عايزك تختاري أجمل هدية لأمي، هدية كأنك هتختاريها لنفسك. فحست بغيرة وحاجة مش مظبوطة من جواها من هدية أمي، فلقيتها بتختار هدية متواضعة كده تمنها قليل وشكلها بسيط. قلت لصاحب المحل: من فضلك غلفها تغلفة كويسة. فأخدت الهدية وروحنا. ولما روحنا بيتنا وأنا شايل نفس الهدية اللي زوجتي اختارتها زي ما تكون اختارتها لنفسها بالظبط. هي ما كانتش عارفة إنها لأمي. فوجئت زوجتي إني بقدم الهدية ليها مش لأمي، وفي وجود أمي ورغبة من أمي. إن زوجتك تعبانة معاك في البيت وتربية الولاد، روح اشتري لها هدية. وأنا مبتسم في هدوء وقلت لها: حبيبة عمري وأم ولادي، حبيت إنك تختاري هديتك بنفسك وتكون حاجة أنت بتحبيها. حسيت بإحباط شديد في عين زوجتي، وقت راسها في الأرض من كتر الخجل، لأنها لو حبت لغيرها زي ما بتحب لنفسها كانت هديتها أجمل هدية هي حبتها. انتهت الحكاية، لكن ما انتهاش الكلام. وعلشان كده لازم نغير نياتنا للأحسن وأساليبنا اليومية البسيطة في الحياة، وكمان طريقة تعاملنا مع غيرنا راح نلاقي سعادتنا. فكما يقال: وعلى نياتكم ترزقون. وعلشان كده لازم نحب لغيرنا زي ما بنحب لنفسنا بالظبط. وعشان تلاقي النتيجة الحلوة دي وبالجمال الحلو ده، حب لغيرك زي ما بتحب لنفسك. واحنا مش بنحبهم اصلا مش هلاقي غير حقد وكراهية من اللي حواليك، وانت الخسران في النهاية. وفي المقام الاول الحياة مواقف، والمواقف دي بتفضح صدق مشاعرنا من عدمها. فلما نمنح الحب لغيرنا من غير مقابل عمرنا ما هنخسر حاجة ابدا يا سادة. السعادة الحقيقية انك تدي مش تاخد. حسن نيتك تتحسن أحوالك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حسنوا نياتكم علشان تتحسن أحوالكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.